السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض حاجة دافية كده تدفينا في الشتاء ده، وكمان تكون مغذية ولذيذة كده وطعمها جميل. هنقدمها النهارده بثلاث أطعمة مختلفة. هنقدم مع بعض السحلب. طبعا السحلب مفيد جدا وفيه قيمة غذائية عالية قوي، وبيتقدم في البلاد العربية بأطعمة كتير جدا. في ناس بتقدمها بالقرفة، وفي ناس بتقدمه بالقرنفل، وفي ناس بتقدمه أطعمة كتير والمكسرات. انا النهارده هختار ثلاث اطعمه بس اقدمهم بيها. هيكون معايا النهارده 3 كوبايات من اللبن. تقدري طبعا تزودي الكميه او تقلليها على حسب عدد افراد اسرتك. انا عندي هنا 3 كوبايات من اللبن، هياخدوا 3 معالق من السحلب، وكمان هياخدوا معايا 3 معالق من السكر. طبعا لكل كوبايه من اللبن كوبايه من السحلب، معلقه من السحلب ومعلقه من السكر. لو كانت كوبايه كبيره تبقى معلقه كبيره، ولو كانت كوبايه صغيره تبقى معلقه صغيره. ده المقدار المظبوط عشان يطلع معانا السحلب جميل جدا ومظبوط، وما يكونش تقيل قوي زي المهلبيه، وما يكونش خفيف قوي زي المشروبات التانية، الليسون والحلبة والحاجات اللي زي دي. هبدأ اضيف السحلب واضيف كمان السكر كده على اللبن على البارد. وتقدري طبعا تخلطي اللبن بميه او تعمليه ساده، بس لما يكون بلبن صافي فبيبقى طعمه احلى كمان، وكمان بيبقى فيه قيمه غذائيه عاليه. بعد ما نقلبه على البارد كده هنبدا بقى نرفعه على النار بتاعتنا، ومش هنعلي النار قوي، هنخلي النار وسط كده ونفضل نقلب فيه لحد ما يغلي ويبقى بالشكل اللي معانا اللي احنا شفناه ده. انا عندي الاطعمه بتاعتي النهارده، انا عندي مكسرات سوداني وزبيب ومبشور، ومعايا كمان آم آم موز، ومعايا كمان فراوله. هبدا كده اصب اول كوبايه كده املاها من السحلب، وبعدين اجيب عندي المكسرات بتاعتي اضيفها على الوش زي ما احنا شايفين كده. انا عندي الكوبايه التانية هبدا اجيب قطع من الفراوله مقطعاها قطع صغيره كده. وعلى فكره الفراوله بتدي طعم جميل جدا للسحلب، لان الفراوله فيها سنه مزازه كده، وكمان السحلب بيبقى مسكر فبتدي طعم تحفه وخرافه احلى من الموز كمان بكتير. بعد ما حطيت الفراوله كده وصبيت عليها السحلب، هجيب كده قطع من الفراوله تكون متقطعه طرنشات بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وابدا ازين بيها الكوبايه بتاعتي او الكاس، علشان بس يبان ان الموز ده ان السحلب ده بالفراوله. عندي بقى الكوبايه الثالثه هبدا اجيب قطع من الموز برضو تكون صغيره كده، وابدا احطها في قاع الكاس بتاعي او في الكوبايه، وبعدين ابدا انزل عليها بالسحلب. وزي ما عملنا في الفراوله هننزل برضو من على الوش كده بشرايح من الموز، وده هيكون شكله في النهايه. اتمنى تجربوه لانه هو جميل جدا. وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.